هاي جايز، تعالوا نعمل ميدالية الوردة القمر دي من الكروشيه وبطريقة سهلة. كنت منزله قبل كده على القناة فيديو شورت وانا بعمل الميدالية دي، فالنهارده هوريكم الطريقة. لو انتم مهتمين بالفكرة تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا شكل الميدالية في الاخر طلع ازاي، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. ولو انتوا لسه جديدوا القناة متنسوش تعملوا سبسكرايب. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. هستخدم خيط كروشيه لونه اخضر ولون بينك فاتح. الاخضر ثابت معانا، ممكن تستخدموا اي لون من الالوان دي على حسب انتوا عايزين الوردة يكون لونها ايه. وابره 4.5 مللي. اول حاجه هنتعلم ازاي ان احنا نعمل الدايره السحريه، عشان دي هنبدا بيها الشغل. هنخلي طرف الخيط الطويل في ايدينا اليمين والخيط القصير في ايدينا الشمال، وهنستخدم السبابه والصبع الاوسط بالطريقه دي، وهنلف الخيط بشكل اكس كده، وهنمسك الخيط بصباعنا الصغير بالطريقه دي بالظبط. هدخل الابره تحت الخيط بالشكل ده، وهسحب الخيط بالسناره بتاعه الابره، وهلف الابره بالطريقه دي. هنلف الخيط حوالين الابره كمان مره، وهنطلع من الحلقه الصغيره دي، وبكده بنكون عملنا الدايره السحريه. هي تبان انها صعبه شويه، بس مع التدريب هتبقى اسهل. هرتفع بالسلسله، هلف الخيط حوالين الابره واطلع من الحلقه. هعمل جوه الدايره السحريه 6 غرز حشو. بعمل زي غرزه الحشو، بدخل الابره جوه الحلقه وبلف الخيط حوالين الابره وبطلع من الحلقه. هيكون عندنا حلقتين، هلف الخيط حوالين الابره كمان مره وهطلع من الحلقتين دول، وبكده بكون عملت غرزة حشو واحدة بس. هكمل غرز الحشو ال5 الباقيين في الدايرة. بدخل الإبرة جوه الدايرة وبسحب الخيط، بيكون عندي حلقتين وبسحب الخيط كمان مرة. بعد ما اخلص كل غرز الحشو بشد الخيط القصير عشان اضم كل الحلقات مع بعض، وهدخل الإبرة في اول سلسلة خالص انا اشتغلتها عشان هعمل فيها غرزة منزلقة. هلف الخيط حوالين الإبرة وهطلع من السلسلة، وفي نفس الوقت هطلع من الحلقة. ده كده اول راوند اشتغلناه. هنعمل الراوند التاني، هنرتفع بسلسلة، والمفروض يكون عندنا 6 غرز دلوقتي. هشتغل في كل غرزة حشو وغرزتين حشو عشان يكون عندنا في الاخر 12 غرزة حشو. يعني مثلا في الغرزة الاولى دي بدأت اني اشتغل غرزتين حشو، اعمل غرزة حشو وبعد كده ادخل الابرة في نفس السلسلة تاني واعمل كمان غرزة حشو. هنا في السلسلة التانية بعمل اول غرزة حشو، وبعد كده بدخل الابرة كمان مرة وهعمل تاني غرزة حشو، وهكذا في كل سلسلة هنعمل غرزتين حشو. بعد ما خلصت كل الغرز هدخل الابره في اول غرزه انا اشتغلتها خالص، وهعمل فيها غرزه منزلقه. وبكده بنكون خلصنا الراوند التاني. هبدا في الراوند التالت وهرتفع بسلسله. دلوقتي احنا عندنا 12 غرزه، هبدا اعمل غرزه حشو واحده بس في كل غرزه من الغرز دي. يعني برضو هيكون عندنا في الراوند التالت 12 غرزه حشو، ففي كل سلسله من السلاسل ال 12 هعمل فيها غرزه حشو واحده بس عشان يكون عندنا في الراوند التالت 12 غرزه حشو. وبعد ما نخلص الراوند التالت بندخل في اول سلسله برضو اشتغلناها خالص، وهنعمل فيها برضو غرزة منزلقة. هدخل الإبرة في أول سلسلة وهسحب الخيط من السلسلة، وفي نفس الوقت هسحبه من الحلقة. وبدأت الوردة يظهر شكلها شوية شوية. هبدأ في الراوند الرابع وهرتفع بسلسلة، وبرضو هعمل غرزة حشو واحدة في كل الغرز اللي عندنا. يعني برضو هيكون عندنا 12 سلسلة أو 12 غرزة، هنعمل في كل غرزة من دول غرزة حشو واحدة بس. وفي آخر الراوند الرابع برضو هندخل في أول سلسلة اشتغلناها وهنعمل فيها غرزة منزلقة. بدأ شكل انحناء الوردة يظهر بالطريقة دي. هنعمل الشكل اللي بيكون زجزاج من تحت كده. هبدأ اني ارتفع بالسلسلة. ده الراوند الخامس. هنشتغل بالتسلسل ده، المفروض يكون عندنا 12 سلسلة هنعمل فيها 3 غرز حشو، والسلسلة اللي بعدها غرزة منزلقة، والسلسلة اللي بعدها هنعمل 3 غرز حشو، والسلسلة اللي بعدها هنعمل غرزة منزلقة، وهكذا. يعني انا دلوقتي في اول سلسلة عملت 3 غرز حشو بالطريقة دي، وفي تاني سلسلة بعديها عملت غرزة منزلقة وبشد الخيط بالطريقة دي. وفي السلسلة التالتة هعمل 3 غرز حشو، بدخل الإبرة جوه السلسلة وبلف الخيط حوالين الإبرة، وبيكون عندي حلقتين بلف الخيط واطلع من الحلقتين دول 3 غرز حشو في نفس السلسلة. وفي السلسلة اللي بعديها بعمل غرزة منزلقة. كده شكل الزجزاج بيبان معانا زي ما انتم شايفين. هكمل بنفس التسلسل لحد ما اخلص الراوند الخامس، وفي اخر الراوند بيكون عندنا سلسلة بنعمل فيها غرزة منزلقة عشان نخلص الشغل بتاعنا، وبشد الخيط بالطريقة دي. وبكده بيكون شكل الوردة كده كمل معانا. هبدأ اني اقص طرف الخيط خلاص واشد الابرة، وهشد الخيط كمان مرة وهعمل عقدة عشان احكم الشغل بتاعنا اكتر. وهبدأ اني ادخل الطرف ده لجوه الوردة. بحاول اني اوصله لعمق الوردة ذات نفسه، يعني ادخله واطلعه وادخله لحد ما اوصله لعمق الوردة من جوه. ولما اوصل الخيط لعمق الوردة هبدأ اني اربطه بطرف الخيط الاولاني خالص واقص الزيادات. لو ما كنتوش عارفين تحددوا اول سلسلة انتوا اشتغلتوها خالص، ممكن تعلموها باستخدام الدبوس ده. في دبابيس بتبقى مخصصة لكده بس ما كانش متوفر معايا. بتدخلوها جوه السلسلة وبعد كده بتطلعوا الدبوس وتشتغلوا عادي. انا عشان بشتغل الفكرة دي على طول فبقيت عارفة احدد اول سلسلة اشتغلتها. كده بكون خلصت الوردتين اللي احنا عايزينهم. هشتغل في الخيط الاخضر. هعمل طرف الخيط بالطريقة دي. بيكون عندنا فتحتين، فتحة من النص واي فتحة من الجنب. هدخل الابرة من جوه الوردة وهطلعها من الفتحة اللي من الجنب، وهدخل الطرف الخيط الاخضر بالطريقة دي بس مش كله، الحلقة دي. وبعد كده بدخل الابرة من بره من الخرم اللي من النص ده وادخلها جوه الوردة، وهبدأ اني اسحب الحلقة الخضراء واطلعها بره بالشكل ده.
ده الشكل المفروض يكون معانا. هبدأ اني اربط طرفين الخيط بالطريقة دي، وهشتغل بقى بطرف الخيط الطويل. هبدأ اني اعمل عدد من السلاسل. انا عملت 22 سلسلة، انتوا ممكن تزودوه او تقللوه على حسب الطول اللي انتوا عايزينه، طول الميدالية. لما نوصل لاخر سلسلة احنا بنعملها نبدأ ان احنا نوصلها بالوردة التانية، برضو بيكون في فتحة من النص وفتحة من الجنب. هبدأ اني اوسع اخر سلسلة خالص او الحلقة الاخيرة، وهبدأ اني ادخلها من برا الوردة لجوه الوردة من الفتحة اللي من جنب، وهطلعها من جوه الوردة بالطريقة دي. وبعد كده هجيب الإبرة وهدخل الإبرة من بره الوردة من الفتحة اللي في النص، وهشد بيها الحلقة الخضراء واطلعها بره الوردة بالطريقة دي. ده الشكل المفروض يكون معانا. هبدأ اني اشد الحلقة جامد بالطريقة دي، وهبدأ اني ادخل الإبرة في اول سلسلة احنا اشتغلناها عشان نعمل فيها غرزة منزلقة. هبدأ اني اقص طرف الخيط الطويل، وهبدأ اني اسحب الإبرة وهشد الخيط وهعمل عقدة، وهدخل طرف الخيط اللي انا قصيته ده لجوه الوردة، وهعمل عقدة في طرف الخيط ده، وهقص الزيادات عشان ما يبانش من الوردة. واي اطراف خيط بقى زيادة، يعني زي مثلا طرف الخيط القصير اللي كان في الاول ده، بسحبه جوه الوردة وبعمل عقدة وبقص الطرف الخيط عشان ما يبانش خالص. ده شكل الميدالية المبدئي. هبدأ اني الزقهم ببعض من الحتة دي. هدخل الابرة في سلسلة من الطرف ده، وفي السلسلة التانية المقابلة ليها من الطرف التاني. هبدأ اني اتني طرف الخيط الاخضر، طرف قصير وطرف طويل، وهبدأ اني اسحب الخيط ده بالسنارة بتاعة الابرة من خلال السلسلتين اللي كنت داخلهم في الاول. هيكون عندي طرف خيط قصير وطويل، هبدأ اني اربطهم ببعض وهقص طرف الخيط القصير. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نعمل ورقة الشجر الموجودة في الميدالية. شرحت طريقة ورقة الشجر في فيديو فرع ورق الشجر من الكروشيه. هبدأ اني اعمل 7 سلاسل. في السلسلة الاولى هنسيبها وهندخل في السلسلة التانية هنعمل فيها غرزة منزلقة، وفي السلسلة التالتة هنعمل غرزة نص عمود، في السلسلة الرابعة هنعمل غرزة عمود بلفة، والسلسلة الخامسة هنعمل غرزة عمود بلفتين، السلسلة السادسة هنعمل غرزة عمود بلفة، واخر سلسلة هنعمل فيها غرزة نص عمود. كل الغرز دي طريقتها مشروحة في فيديو فرع اوراق الشجر، فلو انتم مش عارفين الطريقة روحوا للفيديو وشوفوهم. انا هعمل نص ورقة بس مش هعمل ورقة كاملة، ونسيت اني اعمل ورقتين شجر فعملت ورقة واحدة، فعادي انتوا ممكن تعملوا ورقتين عادي جدا. وهنا انا بعمل غرزة نص عمود اللي هي اخر غرزة خالص من الورقة. وبعد ما اخلص كل الورقة هبدأ اني ادخل في اي سلسلة موجودة جنب الورقة وهعمل فيها غرزة منزلقة عشان اخلص الشغل بتاع الورقة. بعد كده هرتفع بسلسلة وخلاص كده احنا خلصنا. هنقص طرف الخيط الطويل وهبدأ اني اسحب الابرة وهشد الخيط واعمله عقدة، وهبدأ اني اقص طرف الخيط. وبكده احنا خلصنا شغل الميدالية بتاعتنا. وعشان تبقى ميدالية هنحط فيها اي حلقة موجودة عندنا، هنحط جوه الحلقة الكبيرة دي او هنحطها في اي سلسلة، بس انصحكم تحطوها جوه الحلقة الكبيرة ذات نفسها. وبس كده انت ممكن تحطوا الميدالية دي في المفاتيح، ممكن تعلقوها على الشنطة. بجد شكلها حلو قوي وكيوت قوي، عجبني جدا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، وبس بحبكم جدا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.